أهلا بكل المتابعين في قناة مع منى. هتكلم النهاردة عن مشروع جديد في مصر هيخلي مصر تروح في حتة تانية خالص. وبداية المشروع في محافظة قنا في صعيد مصر. عايزين تعرفوا؟ خليكوا معايا. وقبل الكلام ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس. موضوع عن ايه؟ الموضوع عن مشروع جديد في محافظة قنا نجحت في تطبيق مشروع زراعة ذكية لمحصول القمح. خلوا إنتاجية الفدان الواحد ل34 أردب بعد ما كانت 15 أردب، يعني تقريبا ضعف الكمية. وده حصل في قرية بئر عنبر. تطبيقات الزراعة الذكية ساهمت في زيادة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية زي القمح، وده طبعا انتوا عارفين محصول القمح مهم جدا في مصر. انتوا عارفين القمح بنستورد كمية كبيرة جدا من بره، فده لو المشروع ده اتعمم في محافظات كلها هيفيدنا وهنوفر قمح في مصر. وكمان محافظة قنا بتزرع غير قمح، بتزرع قصب السكر. حصدت محافظة قنا المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح. وكمان حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإطارة قوس التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15 أردب ل 34 أردب. دكتور وليد سلام مدير المشروع قدم دعم كبير للمزارعين واستشارة منه للمزارعين من تجهيز تربة أو تسميد أو مكافحة آفات وحشرات والحصاد ومعاملات بعد الحصاد من خلال استشاريين متخصصين في كلية الزراعة وفي معاهد البحوث الزراعية لمساعدة المزارعين في إنتاج محصول بإنتاجية عالية وبتكاليف أقل، والمنتج مواصفاته كمان هتطلع عالية وذات جودة عالية، ودي حاجة كويسة عشان نصدر كمان ويبقى لإنتاجنا المحلي للاستهلاك المحلي، وإن شاء الله الكمية تكتر ونصدره تتناسب مع الأسواق المحلية والدولية. لازم يكون ذات جودة عالية. ده حاجة كويسة. كمان لو عممنا كمان المشروع ده لمحافظات مصر كلها دي حاجة كويسة، هنوفر محاصيل كتيرة جدا هنصدر منها ويبقى الاستهلاك كمان لينا المصريين. كمان في زيادة، كمان انتوا عارفين في زيادة كل سنة من عدد سكان، زي ما انتوا عارفين المواليد 2 مليون تقريبا أو أكتر كل سنة، فطبعا لازم يكون في زيادة في المحاصيل الزراعية كل سنة. ودي طبعا دي حاجة كويسة وخبر كويس جدا. في آخر حلقة ياريت تشتركوا في القناة متنسوش وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس، وتستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله، وتتفرجوا عليا في فيديوهات قديمة. وبكده خلصت الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.